بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ الكنتاكي اللي بيحبوها أولادنا كلهم، بيحبوا يشتروها من بره، وأنا بحبهاش من بره، بس أنا عملتها لهم في البيت ومستوية وجميلة نفس الشكل كده. معايا فرخة متوسطة غسلها كويس وجبت السكينة وغرست فيها شوية كده بالشكل ده كده. طبعا زي ما تحبي، عايزة تشيلي الجلد شيليه، عايزة تسيبيه سيبيه، بس أنا شايلة شوية وسايبة شوية. اجهز محلول النقع بتاعي. معايا المية هنا اهي بتاعتي، احط فيها 4 معالق سكر، و4 معالق ملح بالطريقة دي، ومعايا شرايح ليمون، ومعايا عود قرفة، ورق لوري، ليمون مجفف. هنقلب الخليط ده، ندوب الملح والسكر، وننقع الفرخة بتاعتنا ليلة كاملة في المحلول ده في التلاجة. هندوب السكر والملح كويس، وننقع الفرخة بتاعتنا. ده محلول النقع بتاعنا. هنحط الفرخة بتاعتنا بقى في التلاجة، نغطيها، نحطها في التلاجة ليلة كاملة، عشان ما يبقاش فيها ريحة زفرة خالص. بالشكل ده كده نغطي الفرخة بتاعنا ونحطها في التلاجة. معايا هنا لبن رايب، كوباية لبن رايب، معلقة بابريكا، يعني معلقة صغيرة، معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، معلقة جنزبيل بودر، معلقة كاري، كركم وكاري، ومعايا هنا معلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح بالشكل ده. هنقلب الخليط بتاعنا، نجيب الفرخة بتاعتنا. معايا يعني 3 معالق خل، وعصرة ليمونتين، تعصري ليمونتين كده، عصير ليمون في الخلطة بتاعتي الحلوة دي، ونقلبه كويس، وننقع فرختنا فيها برضو ليلة كاملة، علشان تستوي معاكي كويس، وعشان تاخد من الطعم الحلو اللي احنا عاملينه ده، من الخلطة الجميلة دي تاخد من الطعم بتاعها. هنقلبها بقى كويس ونغطيها، نحطها في التلاجة. عايزة تنقعيها ساعتين 3 4 مش مشكلة، وتشتغلي فيها على طول بالشكل ده. حطها في التلاجة على ما نجهز خلطة الدقيق بتاعنا، او خلطة التغطية. على التلاجة ان شاء الله. معايا هنا كوبايتين دقيق، معاهم نص كوباية نشا،
ومعايا معلقة بابريكا، معلقة بصل بودر، توم بودر، نفس الخليط اللي احنا حطيناه، التوابل اللي حطيناه في الخلطة بتاعتنا هنحطها في الدقيق او مع الدقيق بالشكل ده كده. جنزبيل، كركم، وفلفل اسود، وملح، نقلب الخليط بتاعنا ده. نجيب فرختنا الحلوة دي ونشوف هنعمل ايه. اهي هنحط في الدقيق بالشكل ده كده، وانا مجهزة مية وفيها تلج علشان ايه التغطية بتاعتها تبقى ايه متماسكة وحلوة كده بالشكل ده. احطها فيها كده واطلع الدقيق تاني بالطريقة دي. اهي بالشكل ده كده. بالطريقة دي هعمل الكمية كلها. اهي عملناها كلها. نحمر بقى. معايا زيت على النار، هو مش سخن قوي، هو لسه دافي. هرص الفراخ بتاعتي في الزيت ونحمرها بقى مع بعض ونشوفها بالطريقة دي. بحط اول الزيت ما بيسخن وبتبتدي تغلي كده بهدي النار عليها عشان تستوي كويس من جوه، بتطلع بالمنظر الجميل ده. والقرمشه ايه بقى ما اقولكيش، تحفه والله، احلى من اللي بتيجي من بره. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه. قناتي اسمها بسم الله معانا، بسم الله معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.